السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير المسمن ديال الفران بعجينة زوينة بزاف سحرية، تتجي بحال الورقة ديال البسطيلة، مورقة وهشيشة وبحوش واقتصادية سهلة. العجينة غادي نحتاجو فيها نص كيلو ديال الدقيق الابيض، غنزيدو عليه معلقة ديال العسل اللي نقدروا نعوضوها بمعلقة ديال السكر، تكون معلقة كبيرة وتقدروا تستغناو عليها، ولكن هو تيعاوننا باش العجينه تحمر لينا في الفران. غندير هنايا شويه ديال الملح على حسب الذوق، وغنزيد 2 معالق كبار عامرين ديال الزيت العاديه، وغنزيد معلقه كبيره ديال الخل، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلوى اولا نص ساشيه. وغنزيد هنايا نجمع العجينه بالماء يكون شويه دافي، والماء دائما نضيفو غير شويه بشويه باش ما نجريوش العجينه، حيت حاجتنا بالعجينه تكون شويه قاصحه كما كتشوفوا. الكثافه ديالها تكون شاده راسها. تنخليوها هكا ترتاح، تنغلفوها بواحد البلاستيك ترتاح نص ساعه اولا ساعه على حسب الوقت اللي عندنا. تناخذ هنايا العجينه تندلكها غير شويه، واحد 30 ثانيه هكا غير باش تنسجم لينا. راه من بعد ما كترتاح راه تتكون مدلوكه. تنقسمها هنايا على 4 ديال القطع، تنحاول انهم يكونوا قطع متساويين. كندهنهم بالزيت وتنغطيهم تاني بلاستيك وتنخليهم تيرتاحوا مزيان باش منين نجي نطلقهم تيعطيونا الطوع وتيجيونا ساهلين في الخدمه. غندوز هنايا غنوجد الحشوه اللي غادي نحتاج فيها بصله تكون مقطعه طريفات صغار، خيزو حتى هو محكوك، يكون محكوك في الحكاكه الغليظه، كورجيت، فلافل الوان. تقدروا تستغناو على اي مكون من هادو اللي ما كانش عندكم. غنزيد هنايا القزبر ومعدنوس مطحونين، قطع شويه ديال الثوم، وغندير العطريه، وغندير الزيت، الملح، التحميره، الخرقوم، البزار وسكنجبير والكمون، وغندير ضامة البنة وهذه اختياريه. غنرد هادشي فوق العافيه كامل حتى كيتشحر لينا واحد شويه، وتنزيد عليه شويه ديال الكفته. تقدروا تبدلوا الكفته بلا داند اولا بصدر ديال الدجاج يكون مقطع طريفات صغار. تنشحرها مزيان مع هاد الخضره حتى كتنسجم معاها وتتشرب لينا الكفته العطريه. تنخليها تبرد مزيان وتنزيد عليها هنايا شويه ديال الفرماج، تقدروا تزيدوا فرماج موتزاريلا والفرماج المحكوك، وتقدروا تزيدوا حتى القطع ديال الفرماج مثلث. تقدروا تستغناو على الفرماج الا ما بغيتوش، ماشي ضروري. هنايا غادي ندوز للعجينه من بعد ما كتكون ارتاحت، راه تتطلق بوحدها. تندهن شويه ديال الزيت وتنطلقها مزيان، ضروري اننا نطلقوها مزيان حتى تيبان لينا سطح العمل هكا باش تتجينا مورقه. تنرش عليها هنايا الزبده دايبه، والزبده الا كانت حيوانيه تتعطي لذه، الا ما كانتش نقدروا نستعملو ديال لابواط اولا الزبده ديال التوريق اللي كان موجود. تنجمع العجينه على شكل مسمنه على شكل مربع، تنخليهم حتى تنسالي الكميه اللي عندي، وتنعاود نرجع للاولى اللي بديت بها. تنطلقها شويه كما كتشوفوا، غير شويه ماشي بزاف باش ما تجيناش رقيقه. من بعد هنا تنقسم هاد القطعه على 4. تنجيب الحشوه وتنعمر بهاد المربعات، وضروري ان الحشوه تكون بارده مزيان هكا باش ما تتقطعش لينا العجينه. وتنحاول نجمع هكا بهذه الطريقه على شكل تيجينا مربع، وتنحاول نسد مزيان تقريبا العجينه تتجينا على اختها هكا. الا سدينا مزيان المسمن من تندخلوه الفران تيتنفخ. الا كان هكا العجينه ما محطوطاش على اختها وكانت محلوله، المسمنه ما كتنفخش لينا وما كتجيش مورقه. تنستمر هكا حتى تنعمر كاع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. تنحطهم في اللاطه اللي تدخل الفران، وتنحاول تنقرصهم غير شويه، تنضغط عليهم شويه هكا باش تيتسدوا مزيان. من بعد تنجيب شويه ديال الزيت وشويه ديال التحميره، تنخلطهم مزيان حتى كتذوب لينا ديك التحميره في الزيت، وتندهن بها المسمن ديالي. هذا هو الشكل ديالو، ما تصورش ليا المقطع. من بعد تندخلهم الفران تيكون سخون مزيان، تنديروهم لتحت حتى كيتنفخوا مزيان وتيطيبوا. تنطلعوهم باش يتحمروا. الا كان الفران تيشعل من الفوق لتحت راه تنشعلوا الفوق لتحت وتنديروهم في الفران لتحت. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كيطيبوا، تيجيو مورقين هشاش وزوينين، والعجينه ما كتقساحش، تتبقى هكا هشيشه مورقه. والحشوه تتجي لذيذه طبعا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتمنى انكم تجربوا هذه العجينه، تقدروا تعتمدوها في جميع الانواع ديال المسمن ديالكم.
بطبيعة الحال الحشوة تتبقى اختيارية حتى هي، تقدروا ديروا اي حشوة بغيتو، وتقدروا تستعملوا حتى هاد العجينة في الحشوة الحلوة، مثلا تعمروا بالتفاح او لا كريم باتيسير او لا اي حاجة. انا هنا رشطوا لي 4 ديال القطع ودرت فيهم تفاح مع الشوكولات مع الزبيب، حتى هما جاو زوينين ومورقين. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتعجبكم الوصفة، ونتمنى انكم تجربوا هاد العجينة، راه زوينة بزاف. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على تشجيعاتكم الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.